يا عليه يا حكو، اللوسته حتاته واللوسته حكو طالع يقول لك ما تستخدمش ده يا عليه يا حكو. طب هل دول بس اللي ولا الفلاشات اللي عندك حلوه ودول لا؟ ولا انت عايز العربيه اللي تجيلك تحل الكارتيره وتحل غطا التكيهات ونضف و5 لتر بنزين يا هندسه؟ يلا عشان ننضف الوش، يلا عشان ننضف الكارتيره، يلا عشان ننضف الترومبه. ما احنا ممكن نستخدم فلاش بنشيل كل السلاج وتكتلات الزيت اللي موجوده جوه الموتور، ونوفر البنزين والمصنعيات بتاعت الفك والتركيب، ويبقى احنا نضفنا وسلكنا الموتور من جوه بطريقه سريعه وامنه ولطيفه. حد يفهم حكو ان منتجات زي ديت بتبقى امنه جدا على الاويسلات والجوانات. ولازم تبقى عارف برضو ان اي تكتلات زيت جوه تستهلك بنزين كتير، بتقلل عزم العربيه معاك. فان انت تنضفها بفلاش انت هتفوق عربيتك، هتفوق موتورك، بتسلكه. في حاله ان انا عندي تسريب في الجوانات او الاويسلات ساعتها ما استخدمش فلاش. ما تخليش حد يشتغلك ويبيع لك وخلاص، ومش يلا يرزع منتج عشان اخد فلوس ويلا بينا. الفلاش مش حلاوه، مش كل 10000 هقول لك استخدم فلاش ولا 20000، لا بيبقى على كل فترات. عبوات زي دي 300 مللي بتكفي لحد 5 لتر زيت. استخدمها امتى وازاي؟ في ميعاد تغيير الزيت. هتفتح العبوه، هتحطها مع الزيت القديم، سيب عربيتك دايره من ربع ساعه ل 20 دقيقه على حسب الحاله طبعا. بعد كده هتفتح الطبه، تنزل الزيت القديم، تحط الزيت الجديد. شكرا، الموضوع سهل وبسيط.